عمرك سألت نفسك عن شكل حياة الأئمة؟ طب تعرف إن الإمام الشافعي أصلاً من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو إنه فلسطيني؟ وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. تعالوا نروح في رحلة لحياة الإمام الثالث ما بين الأئمة الأربعة، محمد ابن إدريس الشافعي. اتولد في شهر رجب سنة 1050 هجرية. والده قيل إنه من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اتولد في غزة الباسلة، فلسطين. الإمام الشافعي انتقل والده ووالدته لفلسطين عشان عمل أبوه، ولكن والده توفى وهو في عمر السنتين بس. وهنا تبدأ رحلة الشقاء اللي صنعت من الطفل ده واحد من الأئمة في الدين الإسلامي. زي ما قلنا إنه انتقل والده لفلسطين علشان شغله، ولكنه هو أصلا من قبيلة قريش في مكة. بعد وفاة أبوه الدنيا ضاقت بيهم جدا، وقررت والدته تاخده وترجع مكة خوفا من إنه يضيع من نسبه، وكمان عشان الجزء البسيط في مال أبوه اللي كان ليه في مكة. ورجعت بالفعل. كانت حياتهم بسيطة جدا وصعبة جدا، ولكن والدته كانت برضه عايزة تحفظه القرآن، ولكن الوضع المالي ما كانش يسمح. راحت لواحد من مشايخ مكة واللي كان بيعمل كتاب للأطفال عشان يعلمهم قراءة القرآن، وكمان استأذنته إنه يعلم ابنها مقابل المادي الصغير اللي كان معاها، وده كانت كل اللي تقدر عليه. وافق الشيخ، ولكن كان الشافعي أقل طفل الشيخ ده بيديله اهتمام، ولكن الشافعي كان بيستغل الوقت اللي الشيخ ده في استراحة ويروح يسأل الأطفال التانيين عن إيه الحاجات اللي الشيخ شرحها لهم، لحد ما الشيخ لاحظ إصرار الطفل ده على التعليم، فقرر التركيز مع الطفل المجتهد ده لحد ما حفظ القرآن بشكل كامل وهو في عمر ال7 سنين. ولكن في رواية بتقول إنه أتم حفظ القرآن وهو في سن ال10 سنين. إمامنا كان ذكي جدا وشاطر جدا وفصيح بشكل لا يعقل، وده اللي كان باين عليه وهو في عمر سنوات معدودة. اتعلم الشافعي على إيد مشايخ كبيرة جدا، واحد منهم محمد أبو الحسن الشيباني في مكة. وأول من اتعلم على يده الفقه هو مسلم ابن خالد الزنجي، وده كان واحد من علماء الحجاز، وده كان نبغة حرفيا. وده واحد من الأسباب اللي خلى الشيخ الزنجي يأذن ليه بالفتوى في عمر كان يدوب 20 سنة. إمامنا كان محب جدا للشعر والأدب واللغة، لدرجة إنه لاحظ في وقت ما إن اللغة العربية ابتدت تدخلها معاني غريبة خصوصا في الحجاز، بسبب إنه في حجاج كانوا بيجوا طبعا لمكة علشان يتموا الحج، وده خلى فيه معاني غريبة تدخل في اللغة العربية. فقرر يروح يعيش في قبيلة هزيل. القبيلة دي كانت بادية، ولكن اللغة العربية فيها كانت قوية جدا جدا وما دخلهاش أي مصطلحات غريبة، وكمان كان عايش فيها أكبر شعراء العرب في الوقت ده. فضل عايش هناك مدة كبيرة جدا، وده اللي كان ليه أثر كبير جدا على إتقانه للغة. وقت وجوده مع الشيخ الزنجي كان شايف إنه لازم يتجه للفقه، ومن هنا جت فكرة الشافعي إيه الشيخ اللي هتتلمذ على إيده. كان وقتها الإمام مالك صاحب المذهب المالكي اسم معروف جدا وكل الناس بتتكلم عنه، وخصوصا في علمه في علم الحديث واللي كان موجود في الحجاز وقتها. وفكرة إن الشافعي يسافر عشان يطلب العلم ما كانتش حاجة غريبة عليه، ولكن الغريب هو الوصول للإمام مالك. وده ليه؟ لأنه الإمام مالك كان معروف عنه إنه ما بيضيعش وقته أبدا في غير العلم، وما كانش بيحب يجامل حد أبدا. فراح الشافعي لوالي مكة وطلب منه يكتب له خطاب توصية لوالي المدينة علشان يستأذن الإمام مالك إنه يكون تلميذه ويتعلم على إيده. وأخذ الخطاب وراح لوالي المدينة، ولكن رد والي المدينة كان مخيف جدا بالنسبة للإمام الشافعي. فقال له: يا ابني، إن أمشي من مكة للمدينة حافي القدمين أسهل وأهون عليه من إنه يمشي لبيت الإمام مالك. ولكن راحوا هما الاتنين لبيت الإمام مالك وخبطوا على الباب. طلعت الجارية أول مرة وقالت لهم: لو محتاجين حاجة بلغوني وأنا هبلغ الإمام، ولو محتاجين استشارة دينية فمكانها المسجد. فطلب منها تبلغ إنه الوالي على الباب، وبالفعل طلع وادوله الخطاب اللي جاي من مكة وفيه توصية بتتلمذ الإمام الشافعي على إيده. فتعصب الإمام مالك جدا ورمى الجواب وقال: سبحان الله، بقى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم دي الطريقة لطلبه؟ وهنا تدخل الإمام الشافعي وقال له: يا شيخي جزاكم الله خيرا، أنا فلان الفلاني، وحكى له رحلته. فوافق الإمام مالك إن الشافعي يحضر مجالسه، وراح الشافعي بالفعل تاني يوم، ولكنه كان حافظ كتاب الإمام مالك عن ظهر قلب، وده اللي اكتشفه الإمام مالك في واحدة من المجالس. وكان كل ما الشافعي يكمل قراءة أو يتوقف فيطلب منه الإمام مالك إن يكمل، فبيقول له: زد يا فتى. وده بسبب لغته المظبوطة جدا وقابليته إنه يستوعب ويتعلم العلوم كلها. وفضل الشافعي ملازم الإمام مالك ما تبقى من حياته، وتعلم منه كل المسائل اللي كان بيفتي فيها لحد ما توفى الإمام مالك سنة 179 هجرية. وقرر الشافعي يسافر فترة لليمن علشان يشتغل ويعف نفسه، لأنه كان معروف إن الإمام الشافعي ما كانش أبدا بيستلف من حد، وإنه لو كان ليه دين عند حد ابدا ما بيطلبوش. ولو كان محتاج مال، اما بيبيع حاجه من حاجاته اللي ملهاش استخدام عنده قوي، او بيبيع ذهب مراته او بنته، ولكن انه يستلف مال ابدا. وبعد فتره قرر يرجع مكه
عشان يدي دروس هناك، وفي المرة دي قابل الإمام أحمد بن حنبل. مظبوط، الإمام أحمد بن حنبل كان تلميذ الإمام الشافعي، زي ما في وقت كان الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك. واللي بتظهر إنه في كل مرة نسمع قصة عنهم بتكون مليانة حب واحترام وتقدير كبير جدا. في واحدة من المرات كان بيزور الإمام الشافعي أحمد بن حنبل لأنه كان مريض، وأول ما عرف إن الإمام الشافعي جاي له زيارة نط من مكانه احتراما ليه. وفي نهاية زيارة الإمام الشافعي ليه كان طالع يركب حماره ويمشي، فمشي جنبه الإمام أحمد بن حنبل يتسايره. فبعدين سمع يحيى ابن المعين، وده كان صديق الإمام أحمد بن حنبل، وعاب عليه أو اتكلم مع إنه ما كانش يليق بيه يمشي جنب الحمار. ولكن رد الإمام أحمد بن حنبل وقال له إنه والله لو كان ماشي على الناحية التانية من الحمار كان خيرا ليك. كان دايما ابن الإمام أحمد بن حنبل بيسمع والده بيدعي للشافعي، فجي في يوم وسأله مين اللي أنت بتدعي له ده؟ فقال له إن ده الإمام الشافعي، كالشمس للدنيا والعافية للناس. حياة الإمام الشافعي كانت مليانة لحظات فارقة، ولكن أكبرهم هي لحظة الأسر أثناء ما كان في اليمن. كان وجود الإمام الشافعي في اليمن أزمة للبعض، وخصوصا والي اليمن، لأنه كان معروف بظلمه، ودايما الشافعي في مجالسه كان بيتكلم عن ظلم الوالي. فقرر يوقعه في الخليفة هارون الرشيد، وراح قال له إن الشافعي هو اللي بيقود الشيعة، ورغم عدالة هارون الرشيد إلا إنه صدقه، فأمر إنه يجي أسير لحد عنده هو وكل متهم في مسألة الشيعة، وجابوه لحد العراق مكبل بالحديد عند هارون الرشيد. ولكن ذكائه وفصاحته دي أنقذته من الإعدام. ومش بس كده، اتحولت حياته في اللحظة دي لما هارون الرشيد منحه فلوس كتيرة جدا وهدايا كبيرة جدا، وده ادى مساحة كبيرة للشافعي انه يتفرغ لعلمه ويأسس اول مدرسة فقهية خاصة بيه. بيحكى موقف يبين قد ايه هو كان ذكي جدا. كانوا مرة في المسجد ودخل حد بيدور ما بين النايمين عن شخص، فسأله الامام الشافعي هل هو بيدور على عبد اسود عينه اليمين فيها مشكلة؟ فرد الراجل بانه فرد الامام الشافعي عليه وقال له انه هيكون مكانه السجن. فاستغربوا جدا اللي كانوا حاضرين الموقف، وسالوا الامام الشافعي انت عرفت منين هو كان بيدور على مين؟ فقال لهم انه دخل يدور ما بين النايمين، فتوقع انه بيدور على حد هربان، ودخل بيدور ما بين السود مش البيض، وبيبص في عينيهم اليمين، فادركت انه بيدور على عبد اسود عنده مشكله في عينه اليمين. فسالوه طب عرفت منين انه في السجن؟ فقال لهم ان اكيد جاع فسرق، واما شبع فسد، فاكيد هيكون في السجن. كمان كان بيحكى عنه ان في واحده من المرات اللي كان ضيف فيها في بيت الامام احمد بن حنبل لاحظت بنته انه بياكل قليل جدا، وانه على عكس المسلمين ما كانش من مقيمين الليل، وده عكس المتوقع من شخصيه زي الامام الشافعي. وكمان انه صحي من النوم دخل صلى الفجر من غير ما يتوضا. طبعا استغرب ابن حنبل ومعرفش يستنى، وراح سأله فرد عليه الإمام الشافعي وقال له إن جزئية إن أكله قليل ده بسبب توصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن سبب عدم إقامته لليل لأنه كان منشغل بمسألة فقهية تنفع المسلمين، وطلب العلم هو أفضل العبادات. أما إنه دخل صلى على طول لأنه انشغاله كان من بعد العشاء للفجر، وبالتالي هو ما نامش وما نقضش وضوء، فقام صلى على طول. رغم كل اللي اتقال عنه ده من تقى، إلا إنه لما كان مريض وبيحتضر كان بيبكي، وقال إنه مش عارف روحه رايحة الجنة فيهنيها ولا عندها ذنوب ورايحة النار فيعزيها. وبمناسبة شهر رمضان كان بيقال إن الإمام الشافعي كان بيختم المصحف في رمضان 60 مرة، وتوفى أخيرا الإمام في مصر، وكانت من أقرب البلاد لقلبه. الكلام عن أشخاص زي الإمام الشافعي محتاج أكتر بكتير من حلقة، ولكن إحنا وصلنا للنهاية. إخواني وأخواتي ما تنسوش لو كنتوا على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب، ولو كنتوا على الفيس ما تنسوش الكومنت والشير. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.